هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. يأتيكم بث صوت حزب النهضة الإريتري على شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.irnahda.org من إعداد مكتب إعلام حزب النهضة الإريتري. صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهكتف الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري، كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية، نهب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، منبر الحزب وصوت المستضعفين من أبناء شعبنا، يأتيكم في أيام الاثنين والجمعة باللغة العربية، وكذلك أيام الثلاثاء والخميس باللغة التجرينية من كل أسبوع من إعداد مكتب إعلام الحزب. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الجمعة 10 من أغسطس 2018، النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك التطورات الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. الإريتريون يتساءلون: هل ألقت سلطات بلادهم قرار حرية الحركة لمواطنيها لكي يستغل الخطوط الجوية الإثيوبية إلى أديس أبابا وبقية دول العالم؟ رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء الإثيوبي يتسلمها وزير خارجيته. سلطات القمع والإرهاب الإريترية تطلق سراح عدد محدود من معتقلي طائفة مسيحية. وكالة شؤون اللاجئين الإثيوبية تخير اللاجئين الإريتريين الهاربين من بطش نظام بلادهم بالعودة إلى إريتريا. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. أكدت مصادر موقع أزمرينو الإريترية المعارضة أن السلطات الأمنية الإريترية أطلقت في 18 من يوليو 2018 سراح عدد محدود من طائفة مسيحية من معتقل ماي سروة، كما تم إطلاق 5 أشخاص لم تحدد هويتهم والمفرج عنهم. كما أكد الموقع نحو 30 معتقل بينهم 11 امرأة، ولم يشمل الإفراج قيادات الطائفة، وكذا الذين احتجزوا لأسباب سياسية. وأضاف موقع دوليس الإريتري المستقل إن سلطات أسمر القمعية تتكتم على مصير الآلاف من الإريتريين من النساء والرجال والأطفال، كما لا تعرف أماكن احتجازهم، علما بأن الاعتقالات تجري خارج الأجهزة العدلية والشرطية، كما تحتفظ كل منطقة عسكرية بمعتقل لا يخضع لأي مراقبة عدلية. هبطت في 18 من يوليو 2018 في مطار العاصمة الإريترية أسمرة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، وعلى متنها
قرابة 400 مواطن إثيوبي يتقدمهم رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق هيلي ماريام دسالين. وأضاف موقع دوليس الإريتري المستقل إن السؤال الذي لم تتم الإجابة عليه في إطار عملية السلام الجارية بين البلدين هو هل ألقت السلطات الإريترية قرار حرية الحركة لمواطنيها لكي يستقلوا الخطوط الجوية الإثيوبية إلى أديس أبابا وباقي دول العالم. هذا السؤال سيطر على جموع الإريتريين في كل مكان وهم يشاهدون الإثيوبيين في أرض مطار أسمرة والعناق الحار مع أهاليهم الذين تم فصلهم في سنوات الحرب. من جهة أخرى تم تسمية السفير رضوان حسين سفيرا لإثيوبيا لدى أسمرة حسب موقع وزارة الخارجية الإثيوبية، والسفير حسين من مواليد عام 71 و900 وألف عمل وزيرا للاتصالات والشباب وسفيرا لإثيوبيا لدى إيرلندا، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم. وذكر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إن حسين خاطب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المعارضة الإريترية الذي انبثق عنه المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي في مدينة أواسا عاصمة شعوب جنوب إثيوبيا في عام 2011. استطاعت عدد من المنظمات المدنية والأهلية الإريترية الوصول لمقر إقامة رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد بالعاصمة الأمريكية، وسلمت رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء تسلمها وزير خارجيته ورقني جبيو. وتعتبر هذا أول اختراق لدائرة رئيس الوزراء الذي وقع اتفاق للتعاون بينه والرئيس الإريتري إسياس أفورقي في وقت سابق بالعاصمة الإريترية أسمرة. هذا وسنوافيكم بنص الرسالة التي تحصلت عليها عدوليس ضمن برنامجنا لهذا اليوم. أفاد مراسل إذاعة إرينا من أديس أبابا بأن وكالة شؤون اللاجئين والعائدين الإثيوبية، وهي الجسم المسؤول عن اللاجئين في البلاد، عقدت اجتماعات في ضواحي مختلفة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في أيام 11 و12 و13 من يوليو 2018 للاجئين الإريتريين. علمتهم فيها إنهم بإمكانهم التوقيع على ما يسمى بفورم طعسا، وهي استمارة حكومية إريترية يوقع عليها الهاربين من البلاد تفيد باعتذارهم وندمهم على الهرب. وقالت الوكالة بأن الإجراءات يمكن متابعتها عبر السفارة الإريترية حتى عودة اللاجئين إلى بلادهم. وأعرب عدد من هؤلاء اللاجئين الإريتريين الهاربين من بطش النظام القمعي الإريتري عن خوفهم على مصيرهم بعد الزيارة الأخيرة للرئيس إسياس إلى إثيوبيا. وأضاف موقع فرجة الإريتري المستقل نقلا عن إذاعة إرينا الدولية أن صحيفة ذا ريبورتر قد كشفت عن وجود مخازن كبيرة بالقرب من ساحة بطرس الدباباي في وسط العاصمة أديس أبابا تحتوي على ممتلكات الإريتريين الذين أبعدوا من قبل 20 عاما. وقالت الصحيفة بأن هذه الممتلكات التي اشتملت على أثاث منزلي وأجهزة كهربائية وممتلكات شخصية يمكن لأصحابها المطالبة بها وبالأموال المحتجزة في المصارف الإثيوبية عن طريق السفارة الإريترية. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. أسكمدول تو فره ومدانان واسكمدول تو حشاشات وسكي من هقيا أمان اللي شعبنا
يحملني شعبنا اللقبته واللقبت حالته لا تحزنن إلا أنا مشتاته بدير استعمار أفكار من أفياته وإحنا قلقينا غصن قلوب مرباته كافلناه كرمناه انبديبو اللي نايته واللي نايكاته ومع الأمان الشعب وحيد قبته يترقوا متهرقاته يترقوا متهرقاته. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري. وفيما يلي تتابعون نص الرسالة المفتوحة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التي سلمتها منظمات مدنية إريترية لوزير خارجيته. استطاعت عدد من المنظمات المدنية والأهلية الإريترية الوصول لمقر إقامة رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد بالعاصمة الأمريكية، وسلمت رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء تسلمها وزير خارجيته ورقنة جابيو. ويعتبر هذا أول اختراق لدائرة رئيس الوزراء الذي وقع اتفاق للتعاون بينه والرئيس الإريتري إسياس أفورقي في وقت سابق بالعاصمة الإريترية أسمرة. عدوليس تحصلت على نص الرسالة التي جاء فيها ما يلي: سعادة الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، أديس أبابا، إثيوبيا. نحن منظمات المجتمع المدني والحركات الشعبية الإريترية في المهجر الموقعون على هذا الخطاب نود أن أولا أن نعبر عن تقديرنا الكبير للدور الريادي الذي تقومون به كقائد ومواطن معني بالتغييرات الإيجابية الكبيرة التي تشهدها إثيوبيا، والمتمثلة في المضي قدما في تبني السلام والأمل والعدالة لجميع الأثيوبيين. إن رسائلكم عن التقدم والازدهار لمنطقة القرن الإفريقي تستحق الإشادة والتقدير. أيضا نود أن نعبر عن إعجابنا بقراراتكم القاضية بإطلاق سراح السجناء السياسيين الإثيوبيين ورفع حالة الطوارئ ودعوة جميع تنظيمات المعارضة السياسية ووسائل الإعلام في المهجر للعودة إلى إثيوبيا. هذه الخطوات الإيجابية خلقت بالفعل بيئة مناسبة بحيث يمكن لجميع الإثيوبيين المشاركة في النشاط السياسي والمساهمة في تنمية بلادهم. ثانيا، نود أن نهنئ حكومتكم على القرار السريع والمهم بتطبيع العلاقة مع إريتريا وقبول الالتزام الكامل غير المشروط باتفاق الجزائر وحكم مفوضية الحدود الأثيوبية والإريترية EEBC دون أي شروط مسبقة، وهو ما يمكن البلدين من إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم التي سادت على مدى السنوات 16 الماضية، وهو ما يقود إلى عهد جديد يعم فيه السلام بين البلدين والشعبين ويمتد تأثيره إلى كافة شعوب المنطقة. ثالثا، نحن على ثقة بأنكم على علم بالحالة المحزنة والتي لا مثيل لها في إريتريا، حيث تعيش إريتريا وشعبها تحت سيطرة نظام ديكتاتوري لعقود من الزمان بعد كفاح طويل وتضحيات جسيمة من أجل الاستقلال الوطني. إريتريا ومنذ عام 2002 دولة من غير برلمان أو أي جسم يمثل الشعب، دولة من غير دستور
بعد أن تم تعليق الدستور المصادق عليه في عام 97 و900 وألف. كل قرارات الدولة وشؤونها مرهونة برجل واحد، ونتيجة لذلك فإن الآلاف من الإريتريين بما فيهم رجال دين وزراء وصحفيون معتقلون في سجون لا حصر لها دون أي محاكمات في غياب كامل لدولة القانون. البعض من هؤلاء معتقلون فقط بسبب معتقداتهم الدينية، كما إن مئات الآلاف من الإريتريين رهائن للخدمة الوطنية العسكرية غير المحدودة. لقد سعت الحكومة الإريترية لإحكام قبضتها على السلطة بكافة الوسائل اللا إنسانية والوحشية. وكما تعلمون ويعلم العالم أجمع أن النظام قد ارتكب انتهاكات إنسانية جسيمة ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، كما هو موثق من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ونتيجة طبيعية لهذا الوضع فإن الإريتريين اليوم يعيشون في حالة من الخوف تحد من معارضتهم لممارسات النظام، خوفا الانتقام الوحشي الذي يصل إلى القتل أو الحبس. ورغم كل هذا لم نرى من الحكومة الإريترية أي محاولة للتصالح مع شعبها سوى المواصلة في أعمالها الوحشية. إننا نثق في أنكم سوف تتفهمون نضال الشعب الإريتري من أجل استعادة حقوقه الديمقراطية التي تضمن استدامة السلام وعلاقات حسن الجوار. وسعيا وراء هذه الغاية نود أن نطلب منكم أن تكونوا داعمين لمطلب الشعب الإريتري في إيجاد حكومة دستورية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عندما تشرع حكومة الرئيس السياس أفورقي في إجراء إصلاحات حقيقية على منوالكم الذي اتبعتموه، والمتمثل في إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والذين يتم إيداعهم في السجون بسبب معتقداتهم الدينية ومطالبهم الإصلاحية. كما إنه غاية في الأهمية السماح للمعارضة الموجودة في المهجر والمؤسسات الإعلامية المعارضة بالعودة إلى البلاد والتعبير عن آرائهم بحرية، ضمان مناخ سياسي يشجع ذلك. كما نود أن ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن عميق تقديرنا لموقف الحكومة الأثيوبية المرحب بآلاف من اللاجئين الإريتريين وتوفير الأمن والفرص التعليمية للكثير منهم. إننا في المنظمات المدنية والحركات الشعبية الموقعون أدناه، وبعد تقييم دقيق للتطورات المتسارعة مدركين الفرص الكبيرة لإمكانية تحقيق سلام دائم، نود أن نعلن عن موقفنا المتمثل في التالي: 1. إن التنفيذ الكامل لاتفاق الجزائر على النحو المنصوص عليه في الاتفاق والالتزام بقرارات مفوضية ترسيم الحدود EEBC هو الأساس لإيجاد سلام دائم وتطبيع كامل للعلاقات الثنائية، وعليه فإننا ندعو على وجه السرعة إلى ترسيم الحدود عبر جدول زمني محدد وبمشاركة حقيقية من سكان المناطق المتأثرة. 2. نعبر عن قناعتنا الراسخة بأن الشعب الإريتري هو الضامن الوحيد للسيادة والمصدر الحقيقي لاكتساب السلطة الشرعية، وبالتالي المعني بالقرارات المتعلقة بمستقبله. ومن ثم فإن التعامل مع النظام الدكتاتوري يفتقر إلى الشرعية وسوف يصبح مصدرا لصراع مستقبلي، وعليه نطلب من حكومتكم التشاور مع الشعب الإريتري قبل الوصول لاتفاقيات مصيرية مع النظام الذي لا يكترث لرأي الشعب الإريتري. ونعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام لا تسنده شرعية برلمانية ممثلة للشعب سيكون اتفاقا هشا غير قابل للصمود. 3. إننا ندعو حكومتكم التعاون مع الإريتريين الذين يعيشون في المناطق الحدودية والسماح بحركة الأشخاص والسلع والخدمات، وذلك حتى يتمكنوا من بناء حياتهم التي دمرتها الحرب.
4. نود أن نعبر عن الحاجة إلى ضمان سلامة جميع الإريتريين المقيمين في إثيوبيا بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية ونشاطاتهم العامة أو الخاصة، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية تحت حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR. ونلتمس من حكومتكم توفير الحماية الكاملة لجميع الإريتريين المقيمين في إثيوبيا. أخيرا نجدد الترحيب بمبادرتكم لتحسين العلاقات بين الشعبين سعيا نحو مستقبل مشرق لكلا البلدين على أساس الاحترام المتبادل. نحن نقدر سعة قلبكم وحبكم للشعب الإريتري، ونؤكد لكم أننا نكن ذات المشاعر للشعب الإثيوبي، وندعو الله أن يبارك مساعيكم المقدسة الساعية لتحقيق السلام والتكامل، وندعو الله أن يلهمكم الحكمة لمواصلة هذه المساعي من خلال اتباع نهج شفاف وبناء وشامل في التعاطي والعلاقات الإقليمية. وتقبلوا جزيل شكرنا وتقديرنا المنظمات المدنية والحركات الشعبية الإريترية في المهجر يوليو 2018. الشعب قنص وكونيه للقالي، الشعب قنص وكونيه للقالي، سند اللولة لإلي كم نواي للقالي، سند اللولة لإلي كم إنساي للقالي. الشعب قنص وكونيه للقالي، الشعب قنص وكونيه للقالي، سند اللولة لإلي كم نواي للقالي، سند اللولة لإلي كم إنساي للقالي. شعب انت قاما فتح من دي وديه، شعب انت قاما فتح من دي وديه، مطر حد من مطر وحد من دي سديه، خايم من تولد أمر تاريخ رسول تهاجيه، حنا نوسن الثاني من قبلاتي للتاكي، حنا نوسن الثاني من قبلاتي للتاكي. منتو خاين منتو طيل ماي، منتو خاين منتو طيل ماي نواي كاي تداليو الحوام موعلاي، منتو خاين منتو طيل ماي، منتو خاين منتو طيل ماي نواي كاي تداليو الحوام موعلاي. نهب قبت حيسنا لعب شو ما تتمرح، نهب قبت حيسنا لعب شو ما تتمرح، واحنا سين بنزحنا بدستورة المقراح، انفدن حد بدينا وبترقبنا جقاح، إلا ناينا بناتا يمرح وينتمرح، إلا ناينا بناتا يمرح وينتمرح. منتو خاين منتو طيل ماي، منتو خاين منتو طيل ماي نواي كاي تداليو الحوام موعلاي، منتو خاين منتو طيل ماي، منتو خاين منتو طيل ماي نواي كاي تداليو الحوام موعلاي. من اللي تباسو نتبعس، من اللي تعارو نتعاري، من اللي تباسو نتبعس، من اللي تعارو نتعاري، كم مرحونا نتمرح يندلوينا ليلي، كم نقبع وقلب كم نواي نتالي، يوم لا تتمسحنا وكرعتنا حلالي، يوم لا تتمسحنا وكرعتنا حلالي.
أمعل الشعب قنص وكونيه للقالي أمعل الشعب قنص وكونيه للقالي سند اللولة لإلي كم نواي للتالي سند اللولة لإلي كم إنساي لتوالي مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. يأتيكم بث صوت حزب النهضة الإريتري على شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.irnahda.org. كما يمكنكم متابعة موقع آخر لحزب النهضة الإريتري على شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.irnahda.com. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي عديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه. هنا صوت حزب النهضة الإريتري، هنا صوت حزب النهضة الإريتري، هنا صوت حزب النهضة الإريتري.